مش هاخاف اني اقول ان من ساعه ما جيت هنا وانا حياتي اتغيرت. انا بحب اصحى بدري من وانا في مصر، وحتى لما رحت السعوديه كمان، بس ده ما كانش مناسب بشكل كبير مع طبيعه العمل في السعوديه عشان شغلنا بشكل اكبر بيكون بالليل، ولكن انا ما كنتش قادر ان انا اكمل اسهر في الشغل لاني بصحى بدري كل يوم. دي حاجه بصراحه ريحتني جدا لما جيت هنا، لان اصلا من الساعه 6 الصبح الناس كلها بتكون في الشارع، كله رايح شغله او رايح يتمرن قبل الشغل، وده عطاني دفعه كبيره اني اروح شغلي بدري. وكمان لو عندي سيشن او اتنين بالليل انزل اخلصهم سريع وارجع تاني ولسه اليوم معايا. واكتر حاجه فرقت معايا جدا، الناس هنا ملتزمه جدا بالمواعيد وعارفين قيمه الوقت جدا، ولو حد اتاخر فهو عارف ان ده من وقته مش من وقتك، لانه ده معناه ان هو بياخد من وقتك اللي انت هتقابل فيه حد تاني او هتعمل فيه حاجه خاصه بيك، وده غير مسموح بيه هنا تماما. طبعا انت فاكر ان انا بقول لك كده عشان اقول لك ان كندا احسن من مصر او من السعوديه، بس ده مش حقيقي. شعوبنا العربيه فيها بجد مميزات مش موجوده في اي بلد تاني. عايز اقول مفيش جنه على الارض، وانا بجد اتعلمت واستفدت كتير جدا سواء من شغلي في مصر او في السعوديه، اتعرفت على ناس هم بجد المكسب الحقيقي من ده. بس اللي انا هنا بحاول اوصله له ان لو في حاجه المفروض نتعلمها من الشعوب دي فهي الالتزام واحترام الوقت، وانك تدي لشغلك حقه، والاكيد ان احنا ما نتعلمش منهم اي حاجه سلبيه، لان طبعا مفيش حاجه كامله ومفيش جنه على الارض.